بدأت اليوم العشية مسابقة في كتابة القصة والمقال بتنظيم من جمعية مشكات للجزيرة. مولود ثقافي جديد قاعد ينشط ونشاط ملفت للانتباه بجدية كافة عضوات هذه الجمعية. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق. والنشاط هذا تعمل بالتعاون مع جمعية تحمل اسم أب السينما التونسية الطاهر الشريعة. الشاعر ربيعة مارس رئيس جمعية مشكات الجزيرة، قداش من تلميذ شاركوا وشنو المحاور وما بعد هذه المسابقة؟ مساء الخير. في إطار فعاليات أيام الطاهر الشريعة للصورة والكتاب، أشرفت جمعية الثقافة والفنون المتوسطية بالمنستير سيادة على تنظيم هذا الملتقى السنوي هذا العام في دورته الثالثة. وقد تم التعاون بالإضافة إلى الهياكل الرسمية والعديد من الجمعيات، تم التعاون مع جمعيتنا جمعية مشكات الجزيرة للثقافة والفنون في إطار توسيع نشاط هذا الملتقى في جربة وجرجيس. أشرفنا هذا الصباح على ورشات كتابة للقصة والمقال تضم مجموعة من تلاميذ الإعداديات والمعاهد. لاحظنا إقبالا كبيرا من التلاميذ، ما شاء الله تفاعلوا. موضوع المسابقة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الإعدادية هو سواحلنا في عيوننا، وموضوع المسابقة بالنسبة لتلاميذ الثانوي هو تقاطعات فنون الصورة والكتاب. الملاحظ أن هناك جوائز تحفيزية، ثم جوائز مالية للرتب الثلاثة الأولى، وسيقع تكريم كل التلاميذ الذين شاركوا في اليوم الاختتامي يوم 4 مارس.